الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بلا عدد. وبعد أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء في نور القرآن الكريم مع آيات من سورة المائدة فيها قول الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. جاء في سبب نزول تلك الآية المباركة فيما ذكره الإمام الترمذي في سننه عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتوا وهم يشربون الخمر، فلما نزل تحريم الخمر قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله،
كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وأيضا ما جاء عن الإمام أحمد بنفث هذا المعنى بعد أن نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فذكروا لرسول الله من كان يشرب الخمر حينما كانت تحل ولم تكن قد حرمت بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل قوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر تلك الآية المباركة. فهذا كلام المفسرين في سبب نزول تلك الآية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وحتى الملتقى في تفسير الآيات بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة من جديد في نور القرآن الكريم، حيث سورة المائدة عند قول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. دائما ما نقرأ في كتاب الله الدعوة من الله إلى طاعته مقترنة بالدعوة إلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هناك آيات كما قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تنفك بعضها عن بعض، يعني كمثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مقترنة دائما بعضها ببعض. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، دائما أيضا مقترنة. والثالثة هي الآية التي بين أيدينا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فهو في الحقيقة لم يطع مولاه سبحانه وتعالى. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تبارك وتعالى حق التشريع، وكل ما قاله وما فعله صلى الله عليه وسلم وما قرره من سنته المباركة ليس أمرا من عنده، بل هو وحي يوحى. وصدق الله إذ يقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيها المسلمون، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، انتبهوا إلى هذا التحذير الإلهي، فإن توليتم وخالفتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. لما أرسل الله تبارك وتعالى الرسل عليهم السلام أرسلهم لهداية الخلق، وكانوا سببا في تلك الهداية، وحتى يكونوا حجة على الخلق. يقول تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن ما وظيفة هذا الرسول؟ ما هو عمله؟ إنه البلاغ، إنه الإنذار. قال الله تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير. هنا يحذر الله الذين يخالفون أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم: إن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. هو أدى ما عليه وبلغكم، أما أنتم فمطالبون بالعمل بالبلاغ النبوي المحمدي. وآية أخرى تفسر لنا هذا الكلام، قال تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم: يا محمد فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. ثم تنتقل الآيات إلى أمر آخر، إلى فئة من عباد الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت في بداية الدعوة الخمر لم تحرم بعد،
وكانوا يشربونها حتى حرمها الله تبارك وتعالى في تدرج للتشريع على مراحل، وهذه من حكمة الله تبارك وتعالى في خلقه. السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الحصان الرزان المبرأة في آي القرآن تقول كما جاء في صحيح البخاري: لو كان أول ما نزل من القرآن ألا تشربوا الخمر لقال الناس لا ندع الخمر أبدا، لأنها كانت شيئا عاديا في حياتهم يشربونها كما نحتسي ونشرب اليوم الماء، شيئا أساسيا كان هؤلاء يشربون، ومنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزل التحريم خطر في بال البقية الأصحاب: يا رسول الله، ما حال هؤلاء الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ هل سيحاسبهم الله؟ ونظير ذلك ومثله أيضا ما حدث أيام تحويل القبلة، حينما قال السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فسأل بعض المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين كانوا يصلون يا رسول الله ناحية المشرق ما أمرهم؟ فنزل قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فيا لروعة هذا القرآن، ويا لعظمة هذا التشريع الرباني الإلهي من رب غفور رحيم. إن الله يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، يعني ذنب ولا إثم ولا مؤاخذة، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا مرة أخرى، ثم اتقوا وأحسنوا. إنها مراحل يرتقي إليها المسلم. إننا حين ندخل الإسلام نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحين نرتقي ونؤمن بالله نطبق عمليا ما وقر في القلب وصدقه العمل، وحين نرتقي أيضا نكون من المحسنين، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتلك الفئة المذكورة في آخر الآية هي فئة المحسنين الذين ارتقوا إلى أعلى الدرجات وفعلوا ما لم يطلب منهم من ربهم سبحانه وتعالى، كما قال الله: إن المتقين في جنات وعيون أخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. انظروا إلى الإحسان، ولما يحب الله أهله وأهل الإحسان كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هل طلب منهم هذا أن يناموا قليلا ويقوموا كثير من الليل؟ لا، لكنهم أحسنوا في رقي منهم في العبادة مع رب العالمين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. هذا اختبار إلهي لعباده من المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا خطاب يشمل جميع المؤمنين، خطاب من الله لعباده الذين ارتقوا من الإسلام إلى الإيمان. لم نرى في كتاب الله يا أيها الذين أسلموا، ولكن الله يقول يا أيها الذين آمنوا، لأن الله يريدنا جميعا مؤمنين وليس مسلمين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله. الابتلاء يعني اختبار، الابتلاء يعني امتحان من الله، وطالما أن هناك ابتلاء يعني امتحان فهناك نجاح وهناك رسوب، هناك من سينجح وهناك من سيرسب. تناله أيديكم ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. حينما يحرم الله تبارك وتعالى أمرا فإن المسلم يقف أمام أوامر الله منتهيا، لكن هنا وفي تلك الحالة الابتلاء أن يأتي الصيد المحرم بين يديك، أن تناله يدك وأن يناله رمحك. الفرق بين ما تناله الرماح وما تناله الأيدي كمثلا كمن فرق بين الفرخ الصغير، هذا نصطاده بأيدينا لأنه في عشه، أما ما تصطاده الرماح فهو ما يناله المسلم بجهده، يعني يطلق الرمح وينتظر أن يصطاد
الفريسة. من نجح في هذا الاختبار فقد نجا. لماذا؟ لأن الله قال ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. نسأل الله أن يجعلنا من الممتثلين لأوامره المجتنبين لنواهيه سبحانه وتعالى جلت قدرته. هذا كلام بعض المفسرين في تفسير وتأويل تلك الآيات المباركات من سورة المائدة. وحتى الملتقى استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وإلى أن نلتقي في لقاء جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.